الأكلة دي جبتها من على النت، شكلها كان عاجبني، محطوطة في الصينية كده، قلت أجربها معاكم وهقول لكم رأيي في آخر الفيديو. دي التونة كده، علبة التونة، وهنجيب الطاسة ونصفي الزيت بتاع التونة بالمنظر ده. طبعا الحبة قليلين قوي، فأنا طبعا هزودهم بالزيت العادي، هحط كده زيت عادي عليهم علشان يقضي ان انا اقلي فيهم البصلة. هنجيب بقى البصل وننضفه، ونجيب الجزر وننضفه، والبنجر وننضفه، هنقشرهم يعني. تمام. وهنسيب كمان البصل على النار يستوى عما نكون احنا نضفنا كده الجزر والمكونات اللي عندنا. حطيت كده التونة على البصل اللي اخد لفتين كده على النار، استوى نص سوي، وحطينا الملح والفلفل، وهسيبه برضه على النار حبة حبة صغيرين مش كتير، مش عايزة البصلة تتلون قوي يا جماعة. هنجيب بقى الخلاط عندنا وهنحط فيه بيض. حطيت البيضة الأولانية وده البيضة التانية، بطينا همت وهضربهم بالمنظر ده. هحط عليهم معلقة خل حلوة عشان زفرة البيض، وهنحط الملح بالمنظر ده. هنعمل مايونيز يا جماعة، أنا عايزة أعمل مايونيز، هحط خردل بالمنظر ده برضو، معلقتين خردل عشان اعمل مايونيز. على فكرة كمية المايونيز دي ما قضتش معايا يا جماعة. وحطيت كمان حبة ليمون صغيرين عشان زفرة البيض. وكل ده هنضربه، هقعد اضرب فيه، وبعد ما اضربه هحط عليه زيت. الزيت هحطه بالتدريج، وهضرب كل شوية اضرب لما يتماسك معايا بالمنظر ده. حطيت الزيت بالتدريج، وبعد كده قعدت اضربه لما بقى بالسوم كده. على فكرة يا جماعة، رحت عملت مايونيز تاني ما قضاش الاكلة. خلاص تمام. هنا المكونات هي طبخت رز طبيخ عادي جدا. طبخت الرز زي ما احنا عارفين، المية والسلق مع المية وحبة زيت وشوية ملح على النار. خلاص هجيب الجزر. الجزر برضو يا جماعة سلقته، المقطع ده مش عارفة هو راح فين. انا سلقت الجزر وسلقت البنجر كمان، الاتنين سلقتهم. بعد ما سلقتهم ببشرهم بالمنظر ده. كل واحدة طبعا سويتها في حلة، يعني الجزر سويته في حلة والبنجر سويته في حلة، لان الاتنين بيطلعوا المية ملونة. خلاص تمام. الرز طبخته طبيخة عادي جدا، او حتى رز عندك بايت مفيش اي مشكلة هنحطه. عايزة اقولك يا جماعة، دامت اكلة بتجربيها لأول مرة ما تغلطيش غلطتي وتعملي كمية كبيرة، لا، اعملي طاجن صغير جدا. دوقي، عجبك اعملي كمية كبيرة، ما عجبكيش الحمد لله ما خسرناش إيه كتير، ما خسرناش مكونات كتير. يعني اول اكله لازم تعمليها في طاجن صغير جدا، ما تعمليش في طواجن كبيره، يمكن الطبخه ما تعجبكيش او ما تعجبش اولادك. لان الاكله دي انا مش جايباها من قنوات مصريه، لا انا جايباها من قنوات اجنبيه. خلاص تمام. البرجر كده مسلوق وبشرته وحطيته على الرز. بيحطوا جبنه موتزاريلا او جبنه برجمان او جبنه، اي جبن من عندك حطيها. انا حطيت جبنة شيدر. وحطيت الجزر المبشور بالمنظر ده عليه حبة صغيرين. وبعد كده هنحط التونة اللي احنا عملناها بالبصل على النار بالمنظر ده، ونفردها كلها لما تعمل عندنا طبقة كده. بعد كده هحط المايونيز اللي انا عاملاه معاكم. هو كل طبقة وطبقة بتحط مايونيز، بس انا بس ما حطيتش طبقات كتير. هنحط الجزر المبشور والمسلوق بالمنظر ده، وهفرده برضو. كل طبق بنحطها بنفردها. هنحط الطبقة بقى الرز، الطبقة الأخيرة. لسه معانا برضو حاجات بس مش طبقات كبيرة زي دول، حاجات خفيفة كده. حطيت المايونيز، زودته بصراحة مية، لقيته برضو مش مقضي، هروح أعمل تاني. عملت تاني اهو.
ولسه برضو هنحتاج علشان هنزوق بيه برضو في الاخر. يعني ما تيجي اعملي كتير عشان يقضي. ده حطيت عليه معلقة يا جماعة دقيق بصراحة عشان عايزاه يتماسك، علشان هحط عليه لون. دي المية اللي انا عملت فيها البنجر، قلت علشان تخليه لونه احمر، بس ما عجبنيش اللون، فطبعا احط لون طبيعي. احط لون من اللي بالشرا من عند العطار او مستلزمات الحلويات. الوان بيبيع اخضر اصفر احمر، اللي انت عاوزاه بقى بتشتريه. في بودرة وفي بيبقى في مية كده سايل. حطيت اي جبن عندك حطيها، انا بحط جبن مبشورة. حطيت اللون الاخضر البودرة كده وهقلبه بالمنظر ده. اللون ما عجبكيش حط تاني، او قلبي جامد جامد ان شاء الله هيعمل لون بالمنظر ده. عايزة برضو لون تاني عشان ازوق التورتاية بتاعتنا. حطيتها في كده علشان اعمل شكل وردية. طبعا هو سايح جدا وكمان عليه الجبن، منفعش ينزل ودوخني جدا. حتى والله عملت المعلقة كده وقعدت اهز فيه عشان ينزل، لا كان صعب. فطبعا قمت مريحة نفسي خالص، رميتها خالص كده، وجبت المعلقة وحطيت ورد بالمعلقة، لان لقيته صعب قوي مش راضي ينزل. لو ما كنتش حطيت على جبنة على على المايونيز، ما كان بيتهيألي نزل، وكان هيبقى الطريقة كانت هتبقى احلى. فانا قمت حاطاه بالمعلقة كده وريحت نفسي، قلت هيدي منظر وخلاص. طعمه على فكرة حلو يا جماعة، ما هو مايونيز ملون. حطيت بالمنظر ده، وهحط برضو بقية الكمية كده. هحط كل اللون كده طبعا، وانتوا عارفين شكلها ناقص كده، وشكلها زي ما تكون عايزة لون كمان يكسرها. هنحط اللون اللي احنا عاملينه مع بعض الاخضر برضو، شكله برضو هيدي منظر حلو وهيكسر اللون عندنا. بجد يا جماعة ما سبتها تاني يوم مسكت نفسها وبقت خرطة زي بتاعة الجاتو كده. كان شكلها بصراحة حلوة قوي. وزي ما انا قلتلك الاكل اذواق، واللي انت تحبيه ممكن انا ما احبهوش، واللي انت تحبهوش انا ممكن احبه. فتعملي كمية بسيطة خالص تجربي فيها. شوفي اولادك هيحبوا الاكلة ولا لا، شوفي انت هتحبيها ذات نفسك ولا لا. فاعملي كمية بسيطة، ولو حبتيها اعملي كمية كبيرة عشان ما تهدريش لا في المكونات ولا تهدري في الاكل او ترميه. لان دي زي ما انا قلت ان هي دي اكلة مش مصرية. الاكلة دي انا جايباها من القنوات الاجنبية. جربيها وان شاء الله في ناس كتير هتعجب بيها وهتحبها، وفي ناس مش هتحبها. زي ما انا قلت الاكل ده اذواق. شوفي شكلها بجد كل حاجة مستوية، كل حاجة بجد مفيدة جدا. شوفي شكلها عامل ازاي، وطعمها على فكرة مهوش وحش، بس زي ما انا قلت مش كل الناس هتحبها بأمانة، بس هي مفيدة جدا. وشكرا ليكم متابعة الفيديو من أول آخره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.